جايه لكم النهارده بقى بالمانجو كيكه المانجا. لون وطعم فظيع. عملت 3 كوبايات دقيق، عملوا لي صينيتين، صينيه اكبر صينيه عندي واصغر صينيه. اكبر صينيه عملتها كده ساده من غير صوص. عملت الصينيه ديت كده قطع، حط عليها قطع المانجا. ممكن تحطوا عليها المانجا قطع وممكن تعملوها صوص زي ما هوريكم في اخر الفيديو. كده انا عملتها لكم بالقطع، هنشوف في اخر الفيديو هنعملها بالصوص برضو احلى، الاتنين احلى من بعض. هنا بقى ضربت منجاية كده في الخلاط من غير سكر ولا مية، يعني مانجا بيور كده من غير اي اضافات خالص. دي هستخدمها في الكيك. و3 بيضات وكيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، كوباية ونص من السكر، معلقة كبيرة من الخل، كوباية الا ربع من الزيت. المقادير دي مظبوطة بالظبط. وهنزود يعني من 3 ل 4 معالق لبن كده في الاخر، واحنا بنستخدم المضرب. اول حاجة خالص طبعا هضيف السكر الاول، اطحنه في الخلاط، كوباية ونص من السكر. هنزل عليهم بكوباية الا ربع من الزيت، وهضربهم تاني في الخلاط. وبعد كده هضيف كوباية عصير مانجا بيور من غير اي اضافات، وبعد كده 3 بيضات، كيس فانيليا، معلقة كبيرة خل، ونضرب كل المكونات دي كده في الخلاط. هنا بقى 3 كوبايات دقيق نخليهم كويس، حطيت عليهم كيس بيكنج باودر. هنزل بقى عليهم بالسوائل اللي انا ضرباها في الخلاط. بصوا اللون تحفة. وهستخدم بقى المضرب الكهربائي. لسه مش هحط 3 4 معالق لبن دلوقتي، يعني لسه لما اضربه والاقي ان الخليط بتاعي محتاج شوية كده. انا لقيته كده متماسك قوي. طبعا الكيك لما بنيجي نعمله ما بيبقاش متماسك ولا سايل، بيبقى وسط. هفضل اضرب كده بالمضرب. وهنا بقى هضيف اللبن. لقيت كده ايه، المضرب ما بيلفش معايا في الخليط كده. انا ضفت 3 معالق من الحليب وضربتهم. وهنا بقى جبت الصواني، هصب الخليط ومسخنه فرني على 180. هتقعد في الفرن نص ساعة بالظبط. بعد ما كده نصب الخليط، نخبط كده الصينية خبطتين، نطلع الهواء منها. على الفرن بقى على طول، ما نفتحش عليها قبل نص ساعة. بصوا بقى اللون والريحة والطعم، بصراحة حاجة جميلة جدا. احنا على طول متعودين نعمل كيك البرتقال، فانيليا، شوكولاتة. المانجا بقى تحفة. بصوا هنا بقى انا في الاول خالص قطعت المانجا قطع، ف ولادي قالوا لي لا احنا عايزينها صوص، مش عايزين ناكلها كده. رحت جايباها تاني من على الكيك وضربها في الخلاط مع شوية سكر. بقت كده طبعا من غير مية، عشان كده الصوص قوامه تقيل. يعني عايزة تعملي صوص مانجا تحطيه على الكيكة، تضربي كده المانجا بيور مع شوية سكر. بصوا بقى الجمال بقى والتحافة كلها. عايزة اقول لكم طعمها تحفة. يعني انا مستنيتش لما تسقع. جميلة جدا، كلها مانجا.